أي إصابة على طول ثاني. أي إصابة. لو ما جت دق عصب أي شيء أول ثاني. بس راح تتمرن ما تجي. لا نزلت الدار. لا نزلت الدار لا تجي. يعني ما تكمل. خلاص تمام. هذه الحفلة الختامية وهذه الجولة وهذه الرحلة وهذه السياحة في هذا المكان اللي نحن نتواجد فيه الآن، الصالة الرياضية في مدينة سيئون، والتابعة لوزارة الشباب والرياضة، مكتب وزارة الشباب والرياضة بمدينة سيئون. هذا الاحتفال لسببين. السبب الأول لختام النصف الأول من السنة الدراسية للعام 2011-2012 للصف أولى واحد بمدرسة ثانوية النهضة العلمية. انهينا المنهج في الأسبوع الماضي ونحن نحتفل بهذا الإنجاز الكبير بمشاركات الطلاب واجتهادهم إلى أن أتممنا الأمر الحمد لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني هي في ضيافة وعلى شرف الكابتن سمير بن برك بحميد، كابتن منتخب فريق كرة الطائرة بالجمهورية اليمنية وكابتن نادي سيئون بكرة الطائرة أيضا. يشرفنا أن يكون أستاذ التربية المدنية في ثانوية النهضة العلمية، ونحتفل بوجودك بيننا حفل الاستقبال على شرف ضيافة الأستاذ سمير. شرفتنا أستاذ سمير. الله يسلمك. فيها طائرة
عليها الخط الأحمر ده، وفيها سلة، وفيها كرة اليد، وفيها التنس الأرضي هذا أبو الخطوط الأزرق، عرفت؟ فيها تنس أرضي. فيها تنس أرضي. وباقي شو اسمه ده؟ كرة القدم الخماسية. اي. وبعدين يعني مكون مش عارف كم سعر على ما اظن 5000 متفرج، بالاضافه الى منصه لكبار الضيوف. عرفت؟ وفيها مخرجين، في واحد مخرج هذا. حتى التوابع يعني الاجهزه حقها هم كنت ذكر واحد المسؤول على شباب الرياضة، يعني عادها ما فيش مثلا القصب حق الطائرة، البرتات حق السلة، هذه الخاصة بنادي الاتحاد. تنزل يفترض انها تنزل ترجع ولا تم مثال؟ لا، في عدن، في صالة في عدن دولية، مواصفات دولية في عدن، كان بس حد شافها وشي، يعني فيها مواصفات دولية قامت عليها شركة صينية، وفيها يعني مواصفات دولية حتى بارتفاعها عن سطح البحر. وأرضيتها هذه الأرضية يسمونها أرضية ترتان، تشوفونها قليلها قليلها يعني فيها كم البلاستيك كذا وينضبط، أو هذيك نفسها بس ديك أفضل من النوع. هذه الصالة يعني في عدة محافظات من نفس التصميم، في صنعاء وفي تعز يعني هم طلعوا في المثلث كمان، اللهم في اختلافات قليل بس عليها. الملحقات في صالات للتنس الطاولة في صنعاء في صالة خاصة للتنس الطاولة، وفي عدن في صنعاء كمان في مدينة الثورة في صالة مغلق مكان حد شافها وشي كذا كلها مغطية عليها قبة. هذه مدينة كانت للمحاضرات الدولية. بعدين فيها طلقوا لها التوابع رهيب. الصالح اللي في صنعاء عم تدخل منطقة اليمن والله. لعبنا فيها معسكر بس عسكرنا فيها وبعدين شاركنا. النهار عندكم معسكر دولي المشاركة إذا كان في صنعاء نشارك فيه ندخل نتمرن. ما شاركتوا في البطولة العربية؟ أنا سمير بركبة أحمد، يعني المعروف بسمير الزاوي. كنت مدرس حقكم حق التربية البدنية إن شاء الله الفصل الثاني، وخريج تربية رياضية بكالوريوس معي من كلا، وطبعا كابتن نادي سيون للطايرة، وكابتن المنتخب الفريق الأول للطايرة، وشاركت في عدة مشاركات خارجية. بدينا من 2004 و2005 هذه خاصة للشباب، بطولة غرب آسيا، يعني تلعب مع اليابان، تلعب مع استراليا، تلعب مع إيران، كل هذه الفرق قابلناها. ناشئين هذا الشباب، ومع أول كمان نفس هذه البطولة. وشاركت مع نادي سيون. نادي سيون مشارك مشاركتين خارجية في 97 دي المشهورة في لبنان، أول مشاركة له طلع من الدرجة الثانية إلى الأولى وعلى طول شل البطولة وشارك فيها هي في نفس السنة. المشاركة الثانية في الأردن في 2003 شاركت فيها. وشاركت في بطولات عربية مع عدة أندية، نادي الصقر في تعز قبل 3 سنين في 2008، ونادي الشعلة في دي السنة الماضية في شهر 3 في الرياض. ولعبت كمان مع الشعب حضرموت، كانوا في الدرجة الثانية طلعنا للدرجة الأولى. يعني زي ما تقول زرت أغلب البلدان العربية حكم مشاركات رياضية، حكم مشاركات، حتى معسكرات خارجية من مصر والسودان ولا ليبيا لا المغرب إلى توك لبنان والأردن سوريا.
المعسكرات في بطولات عربية، حتى العراق قبل الحرب يمكن بشهر كذا صلحنا معسكر خارجي، معك إيران، معك حتى الصين رحنا. يعني الحمد لله أشوف الرياضة يعني فيها فوائد، عرفتوا؟ يعني أول شيء فائدتها إنك كشباب تحافظ على منظرك يعني كل واحد يبغى جسمه متناسق، يكون في قليل عضلات كلام كثير، خاصة أصحاب الكشخات جرام تحسون. هذه يعني من عدة النواحي كنفسيا، يعني الرياضة كنفسيا أو تحافظ على